السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة لطيفة خفيفة مش بنحتاج فيها وقت. على طريقة أمهاتنا زمان هنعمل مع بعض الفراخ المسلوقة، بس هنعمل مع بعض النهاردة فراخ بلدي مش فراخ بيضة. بطريقة حلوة جدا، هيبقى فيها تركة حلوة هتعجبكم جدا و هتخلي ستات كتير جدا بتقولي لما بنيجي نعمل فراخ بتبقى فيها ريحة مش ظريفة أو بتبقى زفرة. هقول لكم ازاي تضيعوا اي ريحة مش حلوة في الفراخ. وازاي هتطلع معاكم الشوربة بالجمال ده. تابعي معايا الفيديو، واللي لسه لاول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير ويفعل لي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معايا فرخة بلدي هننضفها كويس جدا وهننقعها، واكيد عارفين بننقعها ازاي او محلول النقع بتاعها. هجيب بصلاية متوسطة الحجم، هنبدأ نحط عليها فلفل اسود وملح وندعك البصلاية كويس جدا لحد ما تطلع الروايح اللي فيها. وبعد كده هتبل بيها الفراخ. انا ده تبلتها قبلها بيوم وعينتها في التلاجة. تاني يوم جبت حلة ما فيهاش اي مادة دهنية، مش هحط اي مادة دهنية لان احنا عارفين ان الفراخ البلدي تبقى سمينة شوية، بتبقى غير الفراخ البيضة. نزلتها في الحلة من غير اي مادة دهنية. بصوا اللهم بارك، مجرد ما نزلت الفراخ في الحلة شم ريحة التتبيلة اللي انا عاملاها، ويا دوب بصلة وفلفل اسود وملح فقط لا غير. فعلا هتاخدي احلى فراخ مسلوقة. نزلت بالفرخة وطبعا القوانص والكبد ومعرفش ايه. وسبتها تتشوح. انا بحب الخطوه دي جدا، ان انا اشوح الفراخ الاول شويه على النار مع بهاراتها. البهارات اللي نزلتها ورق لورا وحبهان ومستكه. نزلت 3 فصوص من الثوم. انا كده كده متبله الفراخ ببصل اصلا، فمش هنزل ببصل تاني. هننزل بطماطمايه مقطعاها. هنسيبها تتشوح على النار حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، ده بعد ما اتشوحت. بعد كده هنبدا نضيف عليها الميه. لا، حطينا الاول حوالي ربع معلقه من الفلفل الاسود. احنا كنا حاطين فلفل اسود قبل كده وكنا حاطين ملح، هنزود بس ملح، وانتي الملح بتاعك بيبقى حسب الرغبه. كده بعد ما اتشوحت الفراخ بتاعتنا هنبدا ننزل عليها دلوقتي بالميه. الفراخ كانت ريحتها حلوه جدا جدا طول ما هي عماله بتتشوح انتي شامه ريحتها اصلا. اللي لسه ما حطليش لايك ينزل يحط لايك ويسيبولي كومنت عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات. نزلنا بالميه بتاعتنا بالشكل ده، غطينا الفراخ وسبناها بقى على نار هاديه خالص. بصي هتاخدي نتيجه هايله جدا وانتي بتسوي اي اكله عندك على نار هاديه. اولا بتاخدي تسويه هايله، بتاخدي طعم احلى. بتاخدي التسويه بتاعتك بتبقى مظبوطه. فهدي النار خالص، انا كنت مهديه النار جدا. شايفين لون الشوربه؟ اعتقد مفيش اروع من كده. شوربه رهيبه بسم الله ما شاء الله. الفراخ بلدي امهاتي كبيره على فكره، بتاخد سوا كتير جدا، حوالي ساعتين على النار او ممكن ازيد. انا سبتها براحتها على نار هاديه. اللهم بارك، طلعت معايا بالجمال ده. والشوربه قد ايه نقيه جدا وصافيه جدا. الفراخ العظم بتاعها ما شاء الله بتكسر لانها مستويه على الهادي. هنبدا نطلعها دلوقتي من الشوربه. انا مش هفتكس في الفراخ دي الفراخ اللي بتتسلق زي امهاتنا معلمتنا، ما فيهاش اي افتكاسات وما فيهاش اي اختراعات. ده بوريكم قد ايه الشوربه بتاعتنا حلوه جدا. هنبدا دلوقتي نحمر الفراخ. هنحط طاسه على النار، على نار ومعاهم حوالي 3 4 معالق من الزيت او السمنه حسب ما انت بتحبي تحمري. معلومه يا بنات، انا زعلانه جدا على الطاسه، حطيتها على النار اتحرقت بالشكل ده. نسيتها على النار او كنت معليه النار عليها قوي، اخدت اللي اتحرقت من الجوانب كده ومش راضيه تنضف خالص. ممكن اعمل ايه يشيل الحرق اللي فيها؟ ولا خلاص كده كل سنه وانا طيبه بقى. كده الزيت بتاعنا سخن، هنبدا ننزل الفراخ. هننزل الفراخ بتاعتنا تتحمر بالشكل ده. بس خدي بالك عشان لما يكون الزيت سخن جدا بيبدا يطرطش زيت، ممكن يحرقك لا قدر الله. خدي بالك من حاجه زي كده. هنفضل سايبينها على الزيت لحد ما تتحمر. عملت معاها رز بشعريه وعملت معاها كمان قلقاس. ده شكل الفراخ بتاعتنا وشكل الشوربه. مش هقول لكم قد ايه كانت حلوه جدا، قد ايه كانت طعمها حلو قوي. جربي بس بالتركه اللي انا قلت لك عليها في الاول، ان شاء الله هتاكلي احلى فراخ وتشربي احسن شوربه.
وما تنسيش تحطي لايك، ده لتالت مرة، حطوا لي لايك كل اللي يدخل الفيديو ويشوفه ما ينساش يحط اللايك والشير ويفعل لي زر الجرس، وقولوا لي رأيكم في القناة ايه، ولو جربتوا وصفة ليا قولوا لي وصفاتي حلوة ولا لا. واستنوني في وصفة جديدة وطبخة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.